ورجعت لكم بفلوق جديد. هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا زينات. قبل ما نبلش الفيديو خلولي لايك واشتراك بالقناة، هذا اهم شي. اليوم انا وين طالعة؟ طبعا راح نروح الى مرقد بنات الحسن المثنى عليهم السلام، فحبيت اصور لكم واخذكم هم تزورون وياي. حبايبي هسه احنا ببداية الطريق وستونا طلعنا من البيت. مثل ما تشوفون حبايبي الشمس كلش عالية، يعني طلعنا تقريبا الساعة بالستة وما ادري ايش قد دقيقة، ما حافظة الدقائق بالضبط. المهم حبايبي كلش كانت حارة وهاي، بس عمود شوية ما نتأخر وطلعنا من وقت. طبعا صار لنا فترة احنا ما زايرين مرقد بنات الحسن، فاليوم شوية صار عندنا فراغ ورحنا ان شاء الله راح نزور وندعي لكم ويانا. طبعا شوية بنات الحسن بعيدة علينا يعني، بس هو حلو الطريق الطويل. طبعا أنا أحب الطريق الطويل. انتوا هم تحبونه بنات مثلي لو لا؟ أنا أحب الطريق الطويل، وخاصة إذا كان بالليل حتى نظل نباوع وهيجي، نظل نصور وهيجي، يعني مو على متصل بس الجو حلو يصير بالليل. بنات انتوا هم مثلي تحبونه؟ شوفوا بنات هنا طبعا وصلنا طويريج وباعوا، وشوفوا هذا شلون حلو كلش المنظر، وصورته الجدول. وهنا شوفوا هذا حبيت اصور لكم الاشجار والطبيعة الحلوة. طبعا هنا شوية الجو بدأ يكسر، وهنا بطريق ثاني وشوية طبعا راح الجو حرارته يعني، بس يعني يبقى يجيكم هيك سموم على وجهكم وهيك شي، بس مع مرور الوقت هو يروح. طبعا شوفوا هنا الأشجار قد حلوة، خضار وهاي العراق، بعد العراق العظيم. شوفوا هذا من الأشجار، هاي من الجهة الثانية شفت ذني قلت أصورها لكم. طبعا احنا بعدنا بالطريق، وطريق كان نوعا ما طويل. قلت لكم بنات الحسن طويلة علينا، بعيدة علينا أقصد. هنا وصلنا جسر الهندية في طويريج، وهذا الجسر الأخضر أكيد كلكم تعرفونه، بس المنطقة تبع طويريج راح يعرفها. هنا وصلنا الجمعية، لا مو جمعية هنا حبايبي. وهسه راح نستدير حتى نكمل الطريق. طبعا هذا عمو الشرطي هم صورته بس باعوه. بنات شوفوا هاي 2026، يمكن هاي بداية السنة خلوها. المهم أنا حتى هاي صورتها لكم بس باعوا. شوفوا هاي هنا كافيه ومحلات كلش حلوة، هنا عندنا مطعم كل شي حرفيا، يعني أكيد هو طريق. فإحنا هنا مستمرين. هنا طبعا قربنا نوصل البنات الحسن. طبعا أني كل شي موثقة إلكم وكل شي صورت إلكم، حتى خاف تقولون ما أسوي لكم فلوقات. فحبايبي بنوتات إذا تحبون هيجي فلوقات، مثلا نروح الزيارات هيجي، كتبولي كثري، يعني ادعموني حتى أني أنزل لكم بعد أكثر من هيج فيديوهات. أنا كلش أحب الفيديوهات الفلوقات طبعا أقصد، العفو، بس نيل ماكو دعم فما يصير لي واهس. المهم حبايب أنا علي راح أستمر منه وهيج، بس أريد دعمكم بنات. طبعا هنا أنا جعت لأن طريق طويل قلت لكم، فراح أشرب حليب بالموز لأن شوية جعت مثل ما تشوفون. طيب وحبايبي هسه أخيرا وصلنا. طبعا هنا أنا نزلت ودا أمشي، فهنا وصلنا طبعا. وأخيرا من بعد طريق كلش طويل، فإن شاء الله راح أراويكم شنو راح أشتري وشنو راح ناكل أكيد أول بأول، وهم راح نزور وندعي لكم إن شاء الله ويانا. وبس شاهدوا الفيديو حبايبي. طبعا بدنا نمشي حتى نروح نزور. طبعا هاي المحلات بنات الحسن. وهنا أنا حبايبي هاي أنا صورت لكم نفسي، هذا مرقد بنات الحسن عليهم السلام. هنا حبايبي راح ندخل، يعني بدينا نقرب. هنا شلنا جبنا ماي، شلنا شلته بالعلاقة. هنا وصلنا أخيرا. شوفوا ما شاء الله، هذا نمشي طبعا حتى نروح نزور. شوفوا حبايبي، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
طبعا هنا كان وقت الآذان وراح يأذن مثل ما تشوفون ظلمت الدنيا راح يأذن. طبعا احنا هنا قعدنا حتى ناكل وبعدين لما نأذن نروح نصلي ونزور بنفس الوقت. فشوفوا ما شاء الله هذا المرقد صورته لكم، خاف أكو واحد بيكم ما زاره، يعني أكيد ناس ما تقدر، ناس طريق بعيد عليها، ناس بغير محافظة. طبعا هذا بكربلاء المقدسة هذا المرقد إذا يعني ما تعرفونه. حبايبنا دعموني بلايك. شوفوا حبايبي هنا بلشنا ناكل، توزيعات وزعوا وأخذنا الحمد لله والشكر، كل من إله ماعون وبلشنا ناكل. وأنا شوية كنت جوعانة بس ما حبيته، بس الحمد لله والله يرزقهم إن شاء الله ويوفقهم. وهذا إجا موكب منه وصورته لكم حبايبي. هنا وقت الزيارة كانت وكانت وقت الزيارة والصلاة. فهنا مثل ما تشوفون هذا المرقد من جوه، فإجيت أنا هنا أزور. وهنا أنا راح أصلي أحلى فقرة، يلا نصلي بنات. طبعا هنا الحمد لله والشكر زرنا وكملنا وصلينا، وأنا حبيت هم أصور لكم ودا أصور لكم الأجواء قبل لا نطلع. طبعا هنا بدينا نمشي حتى نطلع من المرقد لأن كملنا زيارة، وهنا طبعا إجا موكب وأكيد هم صورته، فما بقى شي نطلع والحمد لله أكلنا وزرنا وخلصنا. طبعا هنا طلعنا واشتريت عصير حتى شربه. هنا بنات الحمد لله كملنا وهسه صعدنا حتى نرجع للبيت، والحمد لله والشكر زرنا واندعينا وهاي، وكانت طلعة حلوة كلش ونست بيها. يعني طبعا أكيد هم وثقت لكم وصورت لكم كل شي، صورت لكم شنو اشترينا وشنو أكلنا وزرنا وكملنا والحمد لله. فهنا كنا نريد نرجع، فهم صورت كالعادة. وبس حبايبي هذا كان كل الفلوق، أتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، وأتمنى بنات تدعموني حتى أستمر بهيج فلوقات، وإذا شفت من عندكم دعم راح أستمر بهذين الفلوقات. وبس باي حبايبي الحلوين.